السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير إن شاء الله. اليوم البنات كما راكم تشوفوا معايا جبت لكم هاد الوصفة تاع البغيوش المحشي بالشوكولاتة. يجي اسفنجي ويجي خفيف وفي نفس الوقت بنة رائعة. اذا البنات باش يجيكم على هاد الشكل لازم تتبعوا معايا كامل الخطوات والمقادير اللي راح نخليها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. اذا البنات بلا ما نطول عليكم رايحين نمروا للمقادير وطريقة التحضير. فرجة ممتعة. نحتاج أولا إلى كأس ونصف حليب دافئ بما يعادل 300 غرام. عندي نصف كأس سكر عادي بما يعادل 100 غرام. عندي ملعقة ونصف كبيرة خميرة الخبز. هنا إذا كنا في فصل الشتاء وكان الجو بارد، أما إذا كنا في فصل الصيف وكان الجو ساخن نكتفي بملعقة واحدة فقط. عندي هنا 75 غرام زيت، يعني نصف كأس من الشاي. عندي هنا ملعقة صغيرة ملح. عندي خميرة الحلوى 10 غرام، 650 غرام فرينة، وعندي حبة بيض كاملة وبياض بيضة واحدة. إذا راح نمر لطريقة التحضير. اذا البنات اول خطوه راح نبداو بها، راح نحطوا كأس ونصف حليب دافئ. راح نحطوا ملعقه ونصف خميره الخبز، نخلطوهم مليح ونضيف لها نصف كأس سكر عادي. البنات هذه الخطوه ضروريه لازم نديروها باش يخرج لنا البريوش تاعنا مليح. راح نغطيها ونخليها ترتاح. اذا هنا البنات بعد ما ريحت الخميره نتاعي راح نمروا للخطوه الثانيه. راح نخلط الخميره نتاعي مليح ونفرغها في هذا الاناء كما راكم تشوفوا معايا هنايا. بعدها راح نحط 75 غرام زيت نخلط، ونضيف ايضا البيض. هنايا قلت عندي حبه بيض كامله وعندي بياض بيضه واحده. الصفر راح نخليه باش ندهن به البغيوش تاعي. نخلط البيض مليح كما راكم تشوفوا معايا هنايا. وهنايا زدت لها منكه. هنايا اذا حبيتوا تحطوا لافاني او لا تحطوا مبشور الليمون ولا تحطوهم مع بعض. هنايا البنات كما راكم تشوفوا راني نحط في الفرينه. ضفت لها خميره الحلوى، عندي 10 غرام خميره الحلوى. رايحه نخلط، نضيف الفرينه والملح على هذا الشكل. وهنايا كاين ملاحظه البنات بالنسبه للفرينه، هي على حسب حبات البيض. اذا كان حجم تاعهم كبير او صغير ممكن انكم تضيفوا الفرينه او تنقصوا. هنا نكمل نحط كامل الفرينه نتاعي ونطم العجينه. هنا نطمها فقط بلا ما ندلكها كما راكم تشوفوا معايا هنايا. وهذا هو القوام نتاعها. هي تجي تتلصق في اليد وتجي خفيفه كما راكم تشوفوا معايا هنايا. وهنا البنات راح نوضع العجينه نتاعي في طاوله العمل باش تجيني سهله باش ندخلها هذيك المارغرين. هنايا عندي المارغرين ملعقتين كبيرتين مارغرين طريه بما يعادل 90 غرام. رايحه ندخلها في العجينه نتاعي. وهنا دهنت يديا بالقليل من الزيت وراح نبدا ندخل المارغرين تاعي في العجينه على هذا الشكل كما راكم تشوفوا حتى نحس انه المارغرين كامل دخلت في العجينه تاعي. وبعدها راح نوضعها في الاناء اللي كنت عجنتها فيه، رشيته بشويه تاع الفرينه وحطيت العجينه نتاعي ورايحه نغطيها بورق الفيلم كما راكم تشوفوا معايا هنايا. ورايحه نغطيها ونخليها تريح تقريبا مده ساعه حتى يضاعف الحجم نتاعها. وبعدها راح نرجع لكم باش نكملوا الخطوه الاخيره. اذا البنات هنايا بعد ما خمرت العجينه نتاعنا رايحين نبداو نشكلوا في الكريات نتاعنا. هنايا حطيت ورق الزبده كما راكم تشوفوا معايا. رايحه نحط له القليل من الزيت باش ما تلصقش العجينه نتاعي. وهنا بعد ما نهبطوا الخميره تاع العجينه رايحه نحطها كامل فوق ورق الطهي اللي كنت دهنته بقليل من الزيت.
وراح نبدا نقطع في العجينه نتاعي الى قطع كما راكم تشوفوا معايا هنايا. اذا البنات هنا كما راكم تشوفوا معايا راني بديت نشكل في الكريات نتاوعي. هنايا انايا راني نوزنهم، درت 100 غرام في الكريه الواحده. اما بالنسبه لي ما عندهاش الميزان تنجم انها دير عينها ميزانها. ايضا هنا بالنسبه للميزان البنات اللي تحب تنقص ما ديرش 100 غرام كامل، دير فقط 50 غرام. رايحين يجيو هادي ميني بغيوش، يجي الشكل تاعهم رائع. اذا البنات انا رايحه نزيد نكمل نشكل الكريات نتاوعي كما راكم تشوفوا، ورايحين نتلاقاو من بعد باش نزيدو نكملوا الخطوات اللي راهم باقيين. وهنا البنات بعد ما كملت شكلت الكريات نتاوعي، عندي هاد لي بيبيتو شوكولا رايحه نعمر بيهم او رايحه نحشي بيهم البغيوش نتاعي على هاد الشكل كما راكم تشوفوا. رايحه نفتح معكم كريه واحده على هاد الشكل فقط بيدي، ورايحه نوضع كميه من الشوكولاته ورايحه نغلق عليها جيدا باش ما يتفتحليش من يطيب. كما راكم تشوفوا هنايا خديت صينيه اللي تدخل الفرن، حطيت فيها ورق الزبده، وممكن انكم تدهنوه مره اخرى باش تضمنوا انه ما يلصق لكمش البغيوش تاعكم. ورايحه نضغط عليه شويه، ما تضغطوش عليه بزاف اللي تحب انه يجيها مفخفخ. اذا هنايا انا رايحه نكمل نفس العمليه مع كامل الكريات نتاوعي. رايحه نحشيهم بهذيك الشوكولاته ونحطهم في الصينيه تاعي اللي تدخل للفرن. كما قلت لكم هنا تنجموا انكم تدهنوه باش تضمنوا ما يلصق لكمش. ورايحين نكملوا مع الخطوه المواليه. اذا هنا بعد ما عمرت كامل الصواني تاعي اللي يدخلوا للفرن، هنا خديت هذاك الصفار تاع البيضه اللي كنا نحيناه من قبل، ضفت له قليل من القهوه سريعه الذوبان، وطليت كامل البغيوش تاعي قبل ما يخمر. هنايا راني نحط له القليل من الجنجلان او السمسم على هذا الشكل، ورايحه نغطيه ونخليه يخمر مده نصف ساعه، وبعدها رايح نتلاقاو باش ندخلوه للفرن. اذا البنات هنا بعد ما خمر لي البغيوش تاعي كما راكم تشوفوا معايا هنا على هذا الشكل، انا كنت سخنت الفرن تاعي من قبل. رايحه ندخل الصينيه تاعي طيب، رايحه نشعلها من التحت يطيب من الاسفل. بعدها راح نشعلهم من الفوق ونخلي الوجه تاعه يحمر، وبعد ما يطيب لي راح نتلاقاو في صحن التقديم. ها هو خواتاتي البغيوش تاعنا بعد ما طاب، هذا هو الشكل تاعه. هنايا مازال سخون، شوفوا كيفاش جاو الحبات، شكل ومذاق رائع. اذا البنات هذا هو البغيوش تاعنا بعد ما نحيته من الصينيه وحطيته في صحن التقديم. هذا هو الشكل النهائي تاعه كما قلت لكم، شكل ومذاق. هنايا جاني اسفنجي وخفيف وقطني. اما بالنسبه للبنه رائعه مع هذيك الرائحه تاع الليمون والشوكولاته. والله البنات نتمنى انكم تجربوه ويعجبكم ويعجب كامل العائله. وما تنساونيش البنات بتعليقاتكم. وبالنسبة اللي أول مرة يشوف القناة نتاعي نتمنى أنه يشترك معنا في القناة ويفعل الجرس باش يوصله كل جديد. أيضا نحب نقدم شكر كبير جدا لكامل المشتركين معايا في القناة على دعمهم وإعطائهم لي هذيك الشحنة الإضافية أو الإيجابية اللي باش نقدم المزيد والمزيد إن شاء الله. والآن رايحة نوري لكم كيفاش جا البغيوش نتاعي من الداخل. رايحة نفتح هاد الحبة، هنا كما راكم تشوفوا معايا مازال سخون. شوفوا كيفاش جا خفيف. نتمنى انكم تجربوه البنات ويعجبكم وتخليوا لي تعليقاتكم. وما بقى لي غير نقول لكم البنات دمتم في رعاية الله وحفظه، والى لقاء اخر والى وصفة اخرى باذن الله، وسلام.